لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لا واني 1296 لوانكاين تفسير قرآني برزبيم وخزمتان ومن بس رزامدي رب العالمين وهو دارم اوي ازي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. بەڕخۆشەویستان وەکو لە وانەی ڕابردوو لە خزمەت ئاەتەکان پێشووتر بووین کاتێکەوە یعقوب عەلەیهی سەڵات وسەلام خەبەری پێدەن کەوا بنیامێنیش لەوێن دەرێ ئەو کارە ساتەی بەسەر هات و هەروەها کوڕە گەورەکەشی لە شەرمەزاریان ئەویش نایەتەوە. ئیتر یعقوب عەلەیهی سەڵات وسەلام طبعاً فەرمووی ئەوە شتێکەکەوە نەفستان لە بۆتان ڕازاندیتەوە ئیتر سەبر دەگرم و چاوەڕوانی فەرەز لە ئەڵڵا تەعالا دەکەم. اینجا پشتی لەوان کرد و فەرمووی یا ئەسەفا عەلا یوسف و هەروەها لەوێن دەرخوای گەڕۆسفی دەکا چاوەکانی سپی بوون لەبەر ئەوە مخەمخەفەت و گریانەی کەوا دەیکرد. اینجا ئەوەی لە ناو دڵیشی بوو هەمووی گرتە بوو بە دەری نەدەخست. ئیتر ئەوانیش کەوا بەو شێوە دەیبینن دەڵێن ئەتوو بەردەوام باسی یوسف دەکەی و لە بیری ناکەی هەتا وەکو خۆت دەفەوتێنی و یان دێ ڕیزی مردیان و دەمری. لە وەڵامدا دەفەرمی ئینەما ئەشکو بەثی وحزنی إلى الله. واتە یعقوب عەلەیهی سەڵات وسەلام ڕەدی کوڕەکانی دادا دەفەرمی ئینەما ئەشکو هەممی وحزنی إلى الله وحده لا إلى خەڵقی. خەم و خەفەتم تەنها و تەنها شەکوا دەکەم لە لای ئەڵڵا تەعالا نەک لە لای خەڵقەکەی و لە لای مەخلووقەکان. دیارە بەث ئینەما ئەشکو بەثی وحزنی بەث ئەی هەم بث بمعنى هم وخم خفده. وقيل البث الهم الشديد خفتي زور. وقيل أشد الحزن قلت كواتنترين خفت بقلت بث. وسمي بذلك لو نايولين زورترين خفت نايولين بث لبرو لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى يبثه أي يشكو ينشره كواتا بث واتە ئەو خەمخەفەتە زۆرەیە کە خاوەنەکەی ناتوانی چیتر دان بە خۆدا بگری و باسی دەکا ئەوجا. وأصل بث يدل على تفريق الشيء وإظهاره بث بمعنى أو إذا كواشتيك بدار بخسره وبلاو بكريتوا. ابن عاشور البث الهم الشديد. البث واتە بمعنى هم خەمخەفەتێکی زۆر وهو التفكير في الشيء المسيء بیرکردنەوە لە شتێکی ناخۆش کەوا لداهاتو دي. والحزن الأسف على فائت كواتا بث خمو خفتك زور لداهاتو حزنيش خمو خفتك لوي كوا لدستوا. فبين الهم والحزن العموم والخصوص الوجهي كواتا لبين هم وحزن راستي عموم وخصوصك هريك لوجهك بكادين دري. وقد اجتمع ليعقوب عليه السلام يتر هردوشي لسر يعقوب كوبويتو عليه الصلاة والسلام لأنه كان مهتما بالتفكير في مصير يوسف عليه السلام. يتر بثكي وتخمو خفت زوركي لداهاتو لبرو بيري لمصير تسارنوسي يوسف ذكر دوا عليه الصلاة والسلام وما يعترضه من الكرب في غربته وما يعترضه من الكرب في غربته كواتا بثكي كخم خفتي لداهاتوا لبر مصير تسارنوسي يوسف دبي تتصاورواني بكا لو غربتيك وبتنيايا وكان آسفا على فراقه. طبعا أسف وحزن الشاب لسرويك ولا رابردو
لێی جیابوویتەوە. شەوکانی دەڵێ کەواتە لێردا ئیبن عاشر بۆ شێوەی تەفریقی لە نێوان بەث و حوزن کرد لە خەم و خەفەتی داهاتوو و هەروەها لەوەی ڕابردوو. شەوکانی ئەلبەث ئەعظەم الحوزن وأصعبه. البەث واتە گەورەترین خەفەت و قورسترینیان. وقيل البث الهم وقتلاش البث بمعنى خفد وقيل هو الحاجة بلكو احتياجي في بث. وعلى هذا القول يكون عطف الحزن على البث واضح المعنى كواتلو حالتي كوا بثك بريت لحاجة حزنكش لو كوا خفد لدى رابردو عطف كرال سريكتري. وأما على تفسير البث بالحزن العظيم برام أقرب لين بث واتا أو خفة قورية فكأنه قال إنما أشكو حزني العظيم وما دونه من الحزن إلى الله لا إلى غيره من الناس. كواتا قرب بثكش هرب معناي حزن خفتي قوربه بابلين حزنكش بمعنى خفده كواتا معناي كلير أو هالي واتا خمو خفتي قورمو خفتي آسايتريش كواليو كسكترة هر هموي تنها شكوا ذكم لولاي الله تعالى. وأعلم من الله ما لا تعلمون وأعلم من عند الله علما علمنيه لا تعلمونه أنتم. وتأمن علما بيللان الله تعالى كافيري كرديما بشيوه كأنقو نهيزانا أوي أمن ديزانم درباري الله تعالى كفيري كرديما أنقو نهيزانا. ابن عطية دلي يحتمل أنه أشار إلى حسن ظنه بالله سيو علمي دلي احتمال إشاء ما جبوبك كو حسن ظنه برامبر بالله تعالى وجميل عادة الله عنده لبروي أو دزاني سنة الله تعالى كوا ونشان ددا لا يعاقبتك بخير كوتاي بيده. ويحتمل أنه أشار إلى الرؤيا المنتظرة احتمال شاء ما جبوبا بوبدا كوا نزيق بويتوا خونكي يوسف بديبه كوا ديكتيكات خويل بو أوجي رايتوا وهروا غير أوج قترا. ابن عاشور دلي وأعلم من الله ما لا تعلمون كاتكوا لكوتاي قصكي داواد فرميتن يعقوب عليه الصلاة والسلام لينبههم إلى قصور عقولهم عن إدراك المقاصد العالية تاوكو ئاگاداری ئەم کات و بەڕاستی ئەنگو عەقڵتان بەوەی ناش چێکەوە لە کۆتاییدا چ مەقسەدی گەورە چ مەبەستی گەورە دێتە دی ليعلموا أنهم دون مرتبة أن يعلموه أو يلوموه تاوكو کاتێک ئەوان کە لە ئاەت کە پێشتر ئەوان گلەیی لێ دەکەن کەواتە ئاماژەی پێ وأعلم من الله ما لا تعلم ئەنگۆ لەوەی مرتبەتان نزمترە کە ئەنگۆ گلەیی لەم بکەن یان ئەنگۆ من فێر بکەن. أي أنا أعلم علما من عند الله علمنيه لا تعلمونه. أمن لنقو زانات بالله تعالى بعلمك كوافيري كذي ملكاتك دا أنقو أو علمتان بينيا كبريتيل علم نبوة بيغمبراتي. وفي هذا تعريض برد تعرضهم بأنه يطمع في المحال بأن ما يحسبونه محالا سيقع وكأنما إشارة بويكوا كاتكوان وكأنما اتهام يعقوب ذكر عليه الصلاة والسلام بوي كذا ويشتكي ذكر محالة وتلا أوان قرانا ويوسف محالة ما جاب ذا أو لا ينقو محالة واتذكر مستحيلة أو قضية أصلا لا إخوي قول آسائية كوابهن توبيش. لعدة الصابرين ابن القيم رحمة الله بدله إذا اشتكى العبد إلى ربه ما نزل به من الضر كاتك وبنده شكواي خوي لاي پروردگاري دكا لو حالتي كوا بسرهاته وسأله إزالته وداوال الله تعالى وكاكوا أو مصيبة لسلادة لم يكن مذموما على ذلك باتفاق المسلمين. كاسيك كوا شكواي خوي لاي الله تعالى بكا وداوا بكا لخواي قورا كوا أو ناخوشي لسلابدا يبقى اتفاقي هم مسلمانان أو حالتي مذموم وقليل يكرا والنية. فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. شكوى كردن لا الله تعالى لقل صبر آلام قرتن تيق ناجيري بل الشكوى إلى الخلق هي التي قد تنافي الصبر. بلام شكوى كردن لا مخلوق كان أويك واتيق دجيري لقل صبر. فإن يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل. يعقوب عليه الصلاة والسلام لهردو حالتان كخبري بيدن دفن فصبر جميل ودفرمي
كوا صبر جميل واتە ئەو سەبرێک کە شەکوای تێدانێ وهروە دەفەرمێ إنما أشكو بثني وحزني إلى الله خەم و خەفەتوی گەورە و کچکەم ئێڕابردوو داهاتوم هەمووی لۆ لای الله تعالى شەکوا دەکەم فالصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه كواتا أو صبر جميل كوا أو بريار دابيجري شكوى تيدانيا ولا تنافيه الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى كواتا تيجناجري لقال أويك شكوى لبولاي الله تعالى دكا قشيري دلي شكا إلى الله شكواي كل ولاي الله تعالى ولم يشكو من الله لا مخلوق كان شكواي الله تعالى نكر بتصير لا مخلوق كان شكوى بكالا الله تعالى نا شكوى لاي الله تعالى دكا ومن شكا إلى الله وصل هر كسيتشيش شكوى لاي الله تعالى بكا وصل دقات أمانز ومن شكا من الله انفصل طالما هر كسيك شكوى الله تعالى بكا لاي مخلوق كان انفصل زيادة بتول أخوة ويقال لما شكا إلى الله وجد الخلف من الله كاتك والشكوى لاي الله تعالى كر خواهی گەورە سبحانه وتعالى بە جوانترین شێوە بە چاکترین شێوە پاداشتی دایەوە هەم لە دنیا و هەم لە قیامەت. اینجا پێیان دەفەرمی يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اینجا فەرمانیان دەکا بچن هێشتا بگەڕێن بە دوای یوسف و براکەی و مەیوس نەبن بێهیوان نەبن لا فرجێک و لە کرانەوەیەک و لە ویسعەتێک کە خوای گەورە دێنتە پێشێ چونکە هیچ کەسێک ناومێد نابی لە فەرەجی خوای گەورە سوبحانە وتەعالە لە کرانەوە و لە ڕەحمەت و دەروی خێرکردنەوەی خوای گەورە مەگەر کەسێک بی کافر بی. دیارە مناسبەی واتە لەگەڵ ئەوەی پێشووتر وەکو بێ قاعی دەڵێ کاتێکەوە یعقوب عەلەیهی سەڵات وەسەلام خەبەری بە کوڕەکانیدا أن علمه فوق علمهم كاتك وعلم من الله ما لا تعلمون أو علم أم بيما أو أنجو بيتانيا أتبعه استئنافا ما يدل عليه يتر أوزال دواي أو شتيت شامبي دالي الجملة تشينوية كوا بلغي لسروي كوا أو شتيك دزان لا الله تعالى كأوان نايزانا لو بيان دفرمي يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه وأتى يعقوب عليه الصلاة والسلام بكركان دالي أي كركانم برون بتنا مصر فاجتهدوا في التماس يوسف وأخيه چاک بگەڕێن لەبوو بەدەستهێنان و دیتنەوەی یوسف و براکەی وتعرفوا خبرهما هەوڵ بدەن خەبەرێک دەربارەی ئەوان بەدەست بینن. ابن عاشور دەڵێ کاتێکەوە دەفەرمی یا بەنی یەذهەبوا دەفەرمی ئەو جملەیە مستەئنەفە و ئیستئنافا بەیانیەن ئەوە جملەیەکی نوێ دەست پێ کردە لأن في قول أعلم من الله ما لا تعلمون كاتكوا لا كوتاي آتي رابردو بيشوتر فرموي أمن شتيك دزام لله تعالى نقول نايزانا ما يثير في أنفسهم ترقب مكاشفته على كذبهم كاتكوا أو دفرمي وأعلم من الله ما لا تعلم لو أنا أوان لخياليا شتيك لنفس دلونيا شتيك بيدابو كوا نزيك كوا خواي جورا دروي أوان بديار بخلاي يعقوب وفي خطابهم بوصف البنوة منه بەڵام کاتێک لەو فەقەڕەی دووەم لەو ئاتەدا کاتێکەوە بە کوڕەکانی خۆی بانگیان دەکات یا بەنیە بەڕاستی لێردا ئەوجە تەرقیق لەهم وتەلەطف عینی دیسان نەرمونیان لە بۆیان دەنوێنی و لطف دەنوێن لە بۆیان ليكون أبعث على الامتثال تاوەکو زیاتر هانیان بدا کەوا کارەکەی ئەو فەرمانەکە ئەو جێبەجێ بکەن کاتێکەوە ئەو لطف و نەرمونیانە لە بۆیان بەدەنوێنی. فتحسسوا لتحسسوا هذا شدة التطلب والتعرف والتحسسوا لتحسسيات وتا تاك بقرينو تاك هول بدن شتيك بدز بينن كلا حسي هاتية وهو الإدراك بالحاسة وتشتيك بدز بين بويكوا هستي بيبكن. أبي حيان أبو السعود دلين فتحسسوا من يوسف وأخيه وإنما خصهما دلي بدواي يوسف براكيدا بقرين لأن الثالث بلان باس سيمناك كرة جوركي الذي أقام وقال فلن أبرح الأرض إنما أقام مختار لبرو أوي سيم كرة جوركي بخوي باختيار خوي لوندر مايتوا دزاني سلامته فكانت غيبته اختيارية لا يعسر إزالتها أو ما نوي خوي باختيار خوي مايتوا آسانة بقريتوا لو باس لويناك أو زيجاي معلوم بلام بدواي أو دودا بقرين قرطبي دلي
قلت لها إن يعقوب تنبه على يوسف برد البضاعة. قلت لها يعقوب هستي بوي كردبو كوا يوسف ما ببلغي أو بضاعان لبو جير درايوة، يعني كم زار كسون كركاني لبو مصر لو اندري هم ازوقي بي بخشين هم باركي خوش يعني لبو جيرايوة أو هستي شكر أو دبي يوسف بأو كاري كردية، واحتباس أخيه وإظهار الكرامة وهروها كاتك ولا زايد دوميش كوا براكش جيرايتوا والرزي شلينين لزاري كم أو هموي لبوي آماجة وكوا أو يوسف لو اندري، فلذلك وجههم إلى جهة مصر دون غيرها. لو زيادة أو توزيع كرم برونا مصر أو هستي كردبو أو يوسف لو اندري بو علاماتانك وآماجة بيدا لو توزيه كردن برو مصر بسن لو اندري بدواي دا بقرن ولا تيأس من روح الله ولا تقنط من فرج الله ورحمته بهوا مبن لو كوا الله تعالى الرحمة خوي درو خير تان لبكاته وأنه سيروح عنا ما نحن فيه من الكرب والشدة بهوا مبن الله تعالى درو خير لما دكاته لو شدتنا خوشتي داينا خواهی گەورە نەجاتمان دەدا. دیارە ئاتەکەشتی ترمە باس بکەم بەڵام لەبەر تەوابوونی کات دەوەستین بە پشتیوانی الله تعالى لەوانەی داهاتوو دێنەوە خزمەتی. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.